ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عملتوا الفول بقى ولا لسه؟ اللي بنستغناش عنه ابدا طبعا في سحور رمضان. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. انا عندي ده فول بلدي. الفولة اللي هي بتبقى عريضة وبتبقى فاتحة، بتبقاش غامقة، بتديني نتيجة كويسة. غسلته طبعا غسيل كويس جدا. بعد كده هنزل عليه بمية باردة عادي، وهسيبه لمدة 12 ساعة في المية دي. كل 3-4 ساعات تقريبا هغير المية بتاعته. تمام كده. انا سبته من بالليل للصبح 12 ساعة زي ما قلنا. بعد كده طبعا كنت بغسله كل كام ساعة كده بشطفه. بعد كده بقى زي ما انتم شايفينه كده معايا، رميت المية بتاعته وغسلته كمان مرة. وبعدين جبت الحلة اللي هسلق فيها الفول او اللي هدمس فيها الفول. طبعا احنا قلنا الألمونيا قبل كده بتعمل أكسدة في الفول فبيسود معايا. هنزل بقى بنص ليمونة هعصرها، بس مش هحط الليمونة طبعا. وهنا عندي نص كوباية او 3 معالق كبار من الفول بتاع البصارة او فول الطعمية. زي ما احنا شايفين كده بنغسله بس ما بننقعوش. عندي كمان نص كوباية من العدس الاصفر، لو مش موجود ممكن نستغنى عنه عادي. وكمان الفول اللي هو بتاع البصارة ده لو مش موجود ممكن بعد ما ننقع الفول ناخد منه شوية كده ونقشرهم، هيدينا النتيجة المطلوبة. هنزل عليه بالمية المغلية وهرفعه بقى على البوتاجاز. اول ما يبتدي يغلي معايا هيطلع الريم اللي احنا شايفينه ده كده. هبتدي بالمعلقة واشيل الريم ده واحدة واحدة، عشان بعد كده ما يخليش الفول يأكسد معايا ويسود معايا. بعد كده بقى ههدي عليه النار جدا، يعني بصوا زي الشمعة. انا هشيل الحلة هوريكم. بصوا البوتاجاز كان عندي قد ايه شمعة، وهغطي عليه. بصوا عشان يتنقع كويس جدا ممكن 2.5 ساعة 3 ساعات بالكتير خالص، وهنلاقي الفول ده بقى كويس جدا معانا. طبعا انا بعدها ب1.5 ساعة او ساعتين بصيت عليه كان محتاج مية، حطيت له مية مغلية وسبته يكمل بقى مع نفسه. بسم الله ما شاء الله، هو استوى حلو جدا. لسه المية بقى بتاعته خفيفة معايا شوية. طيب انا هعمل ايه بقى في المرحلة دي؟ ممكن اعمل زي ما عملنا مع بعض قبل كده، معلقة صلصة على شوية دقيق وهدوبهم في المية بتاعة الفول، او معلقة من البابريكا مع الدقيق ونحطها برضو هتدينا القوام المطلوب. انا هنا ما حطيتش اي حاجة، سبته بس على النار الهادية كده. خد ودة مع نفسه كمان ساعة زيادة كده، تقل لوحده. شايفين الجمال؟ من غير دقيق ومن غير اي حاجة. بصراحة كان ريحته حلوة قوي وقوامه جميل ولونه تحفة زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. هنا بقى انا قدمته ملح وكمون وشطة وشوية زيت. تعالوا بقى نعمله بالصلصة، والبصلة بقى احلى من التوم بكتير. تعالوا جربوها. حطيت شوية زيت، بصلاية صغيرة، نزلت عليهم بفلفل حراق للي بيحب. اول ما هيتبالوا معايا كده هنزل معايا بطماطمية كبيرة مقطعة قطع صغيرة زي ما احنا شايفين كده، وهحط لها شوية ملح وشوية كمون. طبعا الفول بيحب الكمون. ملح وكمون وشوية شطة للي بيحب الحاجة تبقى حراقة، وبس كده. ممكن بقى ازود له كمان معلقتين صلصة عشان ازود اللون بتاعه شوية. بصي، معلقتين او معلقة كبيرة مش اكتر من كده. اول بقى ما تاخد وتدي الحاجات دي مع بعضها وتستوي معايا كده هنزل بقى بالفول بتاعي. يا سيدي يا سيدي، بجد طعمه حلو جدا بالبصلايه وحراق كده وطعمه جميل وريحته جميله. وشايفين الجمال؟ طبعا حاجه بتتكلم عن نفسها. انا هنا مقدمه بقى مع مخلل كده، تطلو شويه زيت كمان او معلقه سمنه بلدي لو موجوده. وبالف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولايك وشير ومتابعه عشان يوصل لكم مننا كل جديد.